كلنا بنستنى الإجازة بفارغ الصبر عشان ننتخ وننام ونرتاح من ضغط المذاكرة أو الشغل. بس هل سألت نفسك قبل كده ليه دايما بنحس بضيق وتأنيب ضمير لما الإجازة تخلص؟ الحقيقة إن الوقت بالنسبة للمسلم مش مجرد ساعات بتعدي، ده هو رأس مالك الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم قالنا إن الفراغ نعمة كتير مننا بيخسرها ومبيعرفش قيمتها إلا بعد ما تروح. في الفيديو ده هقولك على خطة عملية تخليك تخلص إجازتك وانت كسبان دنيا وآخرها، ومن غير ما تحس إنك مضغوط أو محروم من الراحة. قبل ما نبدأ في هنعمل إيه، لازم نضبط النية. في الإسلام حتى نومك وفسحتك ورياضتك ممكن تاخد عليهم ثواب عظيم لو نيتك إنك بتريح جسمك عشان تتقوى على طاعة الله، أو بتدخل السرور على نفسك وعلى أهل بيتك. فخلي نيتك من أول لحظة في الإجازة هي تجديد الطاقة لخدمة ديني ونفسي. أول حاجة لازم نركز عليها هي شحن البطارية الروحانية. الإجازة فرصة ذهبية نصلح اللي باظ في زحمة الأيام. مش لازم تعمل جدول معقد، بس جرب حاجتين: ورد تدبر، يعني اقرأ صفحة واحدة من القرآن بتأني واعرف معناها، وخلوة ال10 دقايق اقعد فيها مع ربنا، اذكره، اطلب منه اللي نفسك فيه بعيدا عن دوشة الموبايل والسوشيال ميديا. ثاني حاجة هي الاستثمار العقلي وتطوير الذات. عقلك محتاج يتغذى زيه زي جسمك. استغل وقتك في سماع بودكاست مفيد وانت بتعمل أي نشاط روتيني، أو قراءة كتاب بسيط في السيرة أو تطوير الذات. كمان تعلم مهارة جديدة كنت مأجلها. وافتكر دايما إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة هنا بتشمل قوة العلم والمهارة. ثالث حاجة هي النفع المتعدي أو الجانب الاجتماعي. أجمل حاجة في الإجازة هي صلة الرحم والناس اللي وحشونا. كلم حد من قرايبك، ساعد والدتك في البيت، أو انزل هات طلبات لجارك المسن. كل دي أفعال بسيطة بس في ميزان حسناتك تقيلة جدا. رابع وأهم حاجة هي الترويح المباح. الإسلام ما أمرناش نكون جديين 24 ساعة. اخرج، العب رياضة، اتمشى وتأمل في خلق الله، ومارس هوايتك المفضلة طالما في إطار المباح. النفس بتمل، والترويح عنها بيخليك ترجع لشغلك أو دراستك بقلب جديد ونشاط مختلف. عشان الكلام ده ميبقاش مجرد فيديو شفته وخلاص، عندي ليك تحدي بسيط. النهاردة بالليل هات ورقة واكتب 3 حاجات بس نفسك تعملهم بكرة، ولما تخلصهم كافئ نفسك. ابدأ بخطوات صغيرة عشان تقدر تستمر. في النهاية افتكر إننا يوم القيامة هنسأل عن عمرنا فيما أفنيناه. خلي إجازتك دي تكون حجة ليك مش عليك. شاركوني في التعليقات إيه أكتر حاجة نفسكم تبدأوا فيها في إجازاتكم، ومتنسوش تشاركوا الفيديو لعلها تكون صدقة جارية تذكر غيركم بقيمة الوقت.